مرحبا، وصفتنا اليوم الشكلامة أو الغريبة بطريقة مضبوطة 100% ب3 مكونات بس. طبعا الشكلامة من الحلويات التراثية والمشهورة كثير، وإحنا نسميها أهل العراق شكلامة، أما بقية الدول يسموها الغريبة. حبيت اليوم أعمل لكم هاي الوصفة السهلة وبساعتها تتحضر. تابعوا معاي الفيديو خطوة بخطوة حتى تحصلون على نفس النتيجة. ويلا نبدأ. بالبداية راح نحتاج كوب واحد من الدهن أو الزبد، بس أهم شي يكون بحرارة الغرفة ويكون سائل بهذا الشكل. ونضيف عليه كوب واحد من الشكر البودرة، ونضيف عليه ظرفين من الفانيلا أو الهيل. وأسا نبدي نخلط المواد. راح نستخدم المشبك اليدوي ونخلطها شوية شوية إلى أن يذوب عندنا الشكر. وتتكون عندنا سائل يشبه الكريمة بهذا الشكل. وراح نضيف علينه كوبين من الطحين. طبعا الطحين هوني كنا خلنانه، ونستخدم نفس كوب القياس اللي استخدمناه وبقياس الزبد والشكر. نبدي نقلب الطحين مع المواد بهاي الطريقة. إلى أن تتكون عندنا عجيناي متماسكة وهشة بنفس الوقت. وتكون بهذا الشكل. وبعد ما عجنا العجين مباشرة نبدي نصوغه. طبعا عندي هوني مكسرات، أي مكسرات متوفرة عندكم تقدرون تستخدموها. أنا استخدمت اللوز والفستق. بالنسبة للوز طبعا أنا كن غليتونه وبعدين أقشره وأخلينه بطاوة فارغة على النار وحمصه مثل ما نحمص السمسم بدون أي إضافات. راح ناخذ قطعة من العجين ونبدي نصوغها ونعملها على شكل دائرة، ونخلي قطعة من اللوز أو الفستق بالنص بهذا الشكل، ونصفها بالصينية يكون خلينا ورق زبدة، ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية. نشغل العين الجوا بس، ومن تستوي وتاخذ لون ذهبي نطلعها من النار. ريح تاخذ 10 دقايق إلى 15 دقيقة حسب نوع الفرن. وما ننسى أن الفرن لازم كن شغلناه قبل بفترة. وكملنا معاكم وصفتنا لليوم شكلامة أو الغريبة ب3 مكونات. لا تنسون تشتركون بالقناة خاصة إذا كنتم جداد على القناة، وفعلوا جرس الإشعارات حتى من أنزل شي جديد يصلكم.